تخيل حضرتك تبقى معماري محترم أو فنان محترم أو شاعر محترم، وفي ليلة من ذات الليالي الساعة 2 بعد نص الليل، وسط الهدوء والسكون، فجأة على غير انتظار تسمع صوت بيقول لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى حبي جمال فتنا أمر ما بلحظة أثرنا غصن فدا حينما وعدي ويا حيرتي من لي رحيم شكوتي في الحب من لوعتي إلا ده مش محتاج مقدمة. ما تيجوا نعرف إيه حكاية مبنى قصر الحمراء في غرناطة في الأندلس أو باليسيو دي لا أمبرا. صلى على النبي. هنرجع بالزمن لسنة 1238 ميلادية في غرناطة، آخر ممالك المسلمين في الأندلس اللي هي أسبانيا حاليا، لما قرر محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر إنه يدافع عن آخر نفس في صدر دولة الأندلس وهي غرناطة، ويقرر يبني عاصمة جديدة، مدينة فوق الجبل قلبها يبقى تحفة اسمها الحمراء. ليه الحمراء؟ المصادر بتقول يمكن بسبب لون الطين الخاص بالهضبة نفسها، واللي عملوا منه الطوب اللي اتبنى به القصر. تربة الهضبة كانت بتتميز بنسبة عالية من أكسيد الحديد اللي كان بيديها اللون الأحمر المميز، ويمكن بسبب لقب العيلة بنو الأحمر. المهم إن الاسم ده خلاها أسطورة قبل ما تتبني، ويختار موقع على هضبة سيبيكا اللي شرقها سلسلة جبال عالية وغربها منطقة منخفضة، واللي بالتأكيد الجيوش المسيحية الأوروبية إذا حاولت تهاجم غرناطة فهتهاجم من جهة الشرق. فبدأ ببناء أول جزء من القصر في الجهة الشرقية، وهي الكازابا أو القصبة باللغة العربية، ومعناها القلعة أو الحصن بلغة المغاربة، وبتتكون من ساحة السلاح وبرج الأسلحة وبرج الشموع وحدائق الأسوار. قبل ما نكمل الرحلة عايزكم بس تتخيلوا إن قصر الحمراء كان مش مجرد مجموعة قصور، ده كان مدينة متكاملة فيها قصر الحاكم، بيوت الوزراء وموظفين الدولة، وكان بيسكنها حوالي 5000 شخص. تعالوا نكمل الرحلة ونخش جوه القصر. أول حاجة هتدخل من باب القانون، ده المدخل الرسمي الحالي، باب كبير مقوس على شكل حدوة الحصان، معمول بنظام منحني كده بحيث يخلي أي مهاجم يتبهدل قبل ما يدخل. ده شغل دفاعي متقن. بندخل من الساحة إلى قاعة المشهورة واللي مزخرفة بالكامل بجملة ولا غالب إلا الله، ومنها بندخل إلى بهو الرياحين في قصر الحمراء، وهو الساحة الرئيسية لقصر كومارس، ومساحته مستطيلة حوالي 36 في 23 متر، وفي نصه بركة طويلة جدا حوالي 34 متر في 7 متر، وعلى جانبي البركة صفوف من شجيرات الرياحين اللي واخدة منه الاسم. البهو معمول كلوحة انعكاس ضخمة. البركة بتعكس برج كوماريس والواجهة المحيطة، وده كان مقصود عشان يضاعف الإحساس بالفخامة والهيبة. يا ترى ده بيفكركم بإيه؟ أيوه بالظبط، ضريح تاج محل. اللي ما شافش الحلقة يا ريت يروح يشوفها بعد ما يخلص الحلقة دي. شكرا. وبيطل مباشرة على بهو الرياحين برج كومارس أو برج قمارش أو القمرية، وهو أعلى وأضخم برج في قصر الحمراء، وبيوصل ارتفاعه لحوالي 45 متر. ده مش مجرد برج دفاعي، ده القلب السياسي للقصر. واجهته الخارجية بسيطة وصلبة، لكن جواه عالم تاني تماما من الزخارف. البرج ده كان مكان الاجتماعات الرسمية وإعلان القرارات واستقبال الملوك والوفود،
لأنه بيضم جواه أهم قاعة في الحمراء، وهي قاعة السفراء أو القاعة الملكية، وهي أكبر وأهم قاعات قصر كوماريس، يعني أعلى نقطة سلطة وبروتوكول في دولة غرناطة. شكلها مربع تقريبا حوالي 11 متر في 11 متر، وسقفها خشبي منقوش بنظام نجمي هندسي مدهش. بيوصل ارتفاع السقف لحوالي 18 متر. فيها 3 نوافذ كبيرة في كل وجهة بتطل على بهو الرياحين، وبتدي القاعة هيبة وعلو. وكان السلطان أو الحاكم يقعد قدامهم منتظر الوفود. القاعة معمولة بتوازن صوتي وبصري عبقري يخلي الزائر يحس إن الحاكم دايما أعلى معنويا من أي حد موجود في القاعة. باختصار، قاعة السفراء هي قمة البروتوكول السياسي زائد قمة الزخرفة الأندلسية في الحمراء. ومن قاعة السفراء بنمر من خلال قاعات مزخرفة ومليانة بالمقرنصات إلى بهو السباع الشهير، وهو الساحة الأشهر في قصر الحمراء، واللي بيربط بين عدة قاعات ملكية. الساحة دي مستطيلة تقريبا، وفي نصها نافورة السباع أو الأسود الشهيرة، وهي عبارة عن نافورة مكونة من 12 أسد بيحملوا حوض مركزي، وكانت المياه بتخرج من فم كل أسد بعد مرور ساعة. يعني مثلا الساعة 1 بالليل تخرج المية من أسد واحد، وبعدين الساعة 2 تخرج المية من الأسد التاني، فيبقوا أسدين بيخرج منهم مية، وهكذا حتى الساعة 12 ظهرا تكون كل الأسود بتخرج مية. تقول لي ودي عملوها إزاي؟ دي حاجة صعبة جدا. تعال أشرح لك. الحوض المركزي اللي شايلاه الأسود فيه 12 ثقب، وكل ثقب موصل بأنبوب لأسد من الأسود، وبيبدأ يتملي واحدة واحدة، وخلال 60 دقيقة بتوصل المية للثقب اللي بعده، وهكذا. وفي النص بالضبط في نظام بيصرف المية ببطء أول لما الحوض بيتملي بالكامل، وخلال ساعة يبدأ تفريغ المياه علشان يبدأ النظام يشتغل تاني. ها، ممكن تقول ايه بقى على العالم دي غير ولا كلمة؟ وانت منبهر كده، اعمل اشتراك في القناة ودوس زر الاعجاب واكتب تعليق بعد ما تخلص الحلقة، ويا ريت تنشر الحلقة بالمرة. الأعمدة المحيطة بالساحة رفيعة ومرتبة بشكل هندسي، والأقواس المزخرفة والجبس والكتابات العربية كلها بتدي إحساس بالفخامة والدقة. باختصار، بهو السباع أو الأسود قمة امتزاج الهندسة الهيدروليكية مع المعمارية. من بهو السباع هندخل على قاعة الأختين، وهي واحدة من أهم القاعات الملكية. غالبا كانت مكان استقبال الضيوف المميزين أو إقامة جلسات ملكية خاصة بالأسرة المالكة. القاعة كبيرة جدا مقارنة ببعض القاعات التانية في الحمر، تقريبا 11 في 11 متر، وبيصل ارتفاع السقف إلى حوالي 17 متر. والسقف السقف عبارة عن قبة مقرنصة. يمكن كلنا شفنا المقرنصات في حلقة مسجد السلطان حسن، اللي بالمناسبة واكب بناؤه زمنيا جزء من بناء قصر الحمر، وشفنا ان المقرنصات هي ابداع معماري وحل انشائي لتحويل الشكل المربع الى شكل متمن او دائري لحمل القبة. لكن انهم يعملوا المقرنصات وهوب يكملوا القبة كلها مقرنصات، ده اللي يعتبر إعجاز، ولا أظن إنك ممكن تشوف قبة زيها في مكان آخر. وبمناسبة بقى حلقة مسجد السلطان حسن، هنعمل إيه يا شطار اللي ما اتفرجتوش عليها؟ أيوه، برافو عليك. تصميم القبة مش بس جمالي، لكنه بيخلي الصوت يتوزع بطريقة رائعة، كأن أي كلمة تنطق حتى لو بصوت معتدل النبرة تتسمع في كل أركان القاعة. الألوان المستخدمة أبيض، أزرق، ذهبي، أحمر، ده بيخلق إحساس سماوي يشبه السماء المليانة بالنجوم. النوافذ صغيرة ومحمية بزجاج ملون أو شباك خشبي مزخرف، وده بيخلي الضوء يدخل ناعم وهادي، يسلط على الجبس والزخارف بطريقة ساحرة. التصميم بيسمح كمان بتدفق الهواء الطبيعي، والبركة اللي بتكون عادة قدام القاعة في بهو السباع بتساهم في تبريد الجو الداخلي، فالمكان مش بس جميل لكن مريح أيضا. نيجي بقى للعنصر الشاذ داخل قصر الحمراء، وهو قصر
كارلوس الخامس اللي موجود جوه حرم القصر. وده قصر أسباني من عصر النهضة، يعني القرن السادس عشر، مش إسلامي. يعني طابعه روماني كلاسيكي مختلف عن الطراز الأندلسي المحيط به تماما. الملك كارلوس الخامس قرر يبنيه بعد سقوط غرناطة، وقام بتصميمه المعماري الأسباني الجنسية الإيطالي الدراسة المعمارية بيدرو ماتشوكا، كرمز للسلطة المسيحية الجديدة وسيطرة الإسبان على الأندلس. التصميم الخارجي شكله مربع تقريبا مع فناء دائري داخلي. الواجهة ضخمة جدا، أعمدة رومانية على الطراز الكورنثي بيعطي إحساس بالقوة، والفناء الداخلي حلقة دائرية محاطة بأعمدة مزدوجة. من التباين المعماري، قصر كارلوس الخامس بيمثل التناقض بين الطراز الإسلامي الزخرفي والإنساني في الحمراء والطراز الروماني الجاف بعد سقوط الأندلس، وده بيعطي شعور بالتغيير التاريخي والسيطرة الجديدة. وطبعا بيوضح الاختلاف بين العمارة الأوروبية المسيحية اللي بتهتم بالمظهر الخارجي على حساب المكنون الداخلي، على عكس العمارة الإسلامية اللي بتهتم بالمكنون الداخلي والتوجيه نحو الداخل على حساب الشكل الخارجي. وده يمكن مستوحى من روح الدين الإسلامي اللي فيه الحديث الشريف بيقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. باختصار، قصر كارلوس الخامس هو رمز السلطة الإسبانية بعد سقوط غرناطة، بأسلوب روماني كلاسيكي صارم مختلف تماما عن روعة الحمراء الأندلسية. وعلى فكرة، يمكن القصر ده إذا كان لوحده في مكان آخر كان ممكن نشوفه قوي معماريا، لأن الفورم بتاعه بالفعل قوي، مربع وداخله دائرة ومثمن في الزاوية. لكن لما يتحط في مقارنة مع قصر الحمراء بالتأكيد مش هيكون في صالحه. وده مش بس رأينا احنا، لأن جميع الزوار اللي بيزوروا المكان لغاية دلوقتي مش بيهتموا بالقصر ده، وبيهتموا أكتر بزيارة القصور الإسلامية وبيوت بني نصر اللي موجودة داخل قصر الحمراء. أو المبنى ده بيفكرني بالشخصية دي اللي كانت في فيلم الناظر. محدش هيتعلم هنا، محدش هيقدر يعمل معايا حاجه. عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ عندنا كمان قصور وأماكن أخرى رائعة الجمال داخل قصر الحمراء، لن يتسع الوقت لذكر كل تفاصيلها، زي استراحة الاندراجة أو عين دار عائشة وقصر البرتال، وكلها أماكن بتحمل نفس كونسبت العمارة الأندلسية اللي كلنا حفظناه، اللي بتتلخص في روعة الزخارف، الممرات والمسارات المستقيمة والهندسية، واستخدام المياه والنباتات بشكل هندسي وغير عشوائي. ده طبعا غير مسجد الحمراء اللي تحول إلى كنيسة بعد سقوط غرناطة. الجزء الأخير من قصر الحمراء واللي لازم نذكره هو قصر جنة العريف أو باليسيو ديل جنرالايف، وده كان مكان استرخاء للعائلة الملكية بعيدا عن صخب القصر والحكم، وبيعكس فلسفة الجنة المصغرة بالفعل في العمارة الأندلسية. الحديقة مستطيلة مقسمة بممرات حجرية دقيقة إلى مربعات صغيرة أو أحواض نباتية. الممرات متوازنة هندسيا والنباتات مزروعة بشكل مرتب يعطي إحساس بالانسجام والجمال. النباتات متنوعة، شجيرات عطرية، ورود، رياحين، وبعض الأشجار الصغيرة والمثمرة طبعا. فيها برك ونوافير صغيرة موزعة بعناية لتلطيف الجو وخلق انعكاسات جميلة على الأعمدة والجدران القريبة. على أطراف الحديقة أروقة قصيرة بأعمدة رفيعة وأقواس مزخرفة، وفي الجدران نقوش جبسية هندسية بسيطة لإضافة بعد فني بدون المبالغة في الزخرفة. يعني عبارة عن مساحة للتأمل وسط النباتات والمياه مع تهوية طبيعية ومناخ لطيف. طبعا كل العناصر والمكونات دي اتبنت على مدار 120 عام، واكتملت جميع مباني قصر الحمراء سنة 1358 ميلادية. دلوقتي السؤال المهم: إذا كان قصر الحمراء فوق تلة عالية ونهر داره منسوبه أسفل منسوب القصر، إزاي المهندسين قدروا يوصلوا المية اللي محتاجها القصر عشان النوافير والبحيرات والزراعة والنباتات وال5000 شخص اللي عايشين جوه القصر؟ هو ده السؤال. المهندسين في قصر الحمراء كانوا شطار جدا. عشان يوصلوا المية للقصر اللي فوق التلة عملوا شوية حاجات عبقرية من غير أي مضخات. نهر دارو
بتوصل له المياه من أعلى قمم الجبال نتيجة الأمطار وذوبان الثلوج بعد فصل الشتاء، فتم عمل سد أعلى الجبل وفي منسوب أعلى من منسوب القصر علشان يكون بمثابة خزان كبير يضخ المية للقصر طوال العام. وده طبعا موضوع مش سهل، ده محتاج حسابات لكميات المياه اللازمة طوال العام للزراعة والشرب والنوافير وغيره، غير انه تم عمل قنوات من خلال الجبال بتوصل المية من السد الى القصر، واستفادوا من الميول والانحدارات الطويلة علشان تدي الضغط الكافي لكل جزء في القصر، يعني قنوات مائية وصهاريج تخزين ونوافير وشلالات بالجاذبية وحساب الضغط بدقة متناهية. طب ايه تاني؟ عقدونا والله العظيم. واخيرا يا عزيزي المحترم، وبعد كل هذا الابداع اسمح لي ان اظفر زفرة العربي الاخيرة، وده اسم هذا الموقع خارج مدينة غرناطة، واللي بيقال ان عند هذا الموقع بكى ابو عبد الله محمد الثاني عشر آخر ملوك غرناطة بعد استسلامه لفرنانديز وإيزابيلا ملوك أسبانيا وتوقيع معاهدة الاستسلام وتسليمهما مفاتيح المدينة. وعندها قالت له أمه عائشة الحرة الجملة الشهيرة: ابكي كالنساء ملكا ضائعا لم تحافظ عليه كالرجال. ورغم أن جميع المصادر بتنفي هذه الحادثة أو هذه المقولة، بس بصراحة الجملة حلوة، وتقريبا يعني هي موجهة لينا كلنا، وربنا يستر على اللي لسه جاي. ورغم ان في هذه الفترة اللي انهارت فيها دولة الأندلس، كانت دولة المماليك قوية في مصر والدولة العثمانية قوية في تركيا، لكنهم كانوا دايما في صراعات داخلية وخارجية وحتى بينهم، فالقوة في الاتحاد، واللي ضيع الأندلس هو تفتتها إلى ممالك فأصبحت مستضعفة. وخليكم فاكرين: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.